يا بابا ما ينفعش افرض ما ينفعش حضرتك تكلمني كتير كده والبلاتو وانا في البلاتو وبتاع، طب انت هتخلص امتى؟ قلت له يا بابا ما انت عارف احنا بنتاخر في التصوير، فيعني انت ليه بتستعجلني ليه؟ فكانت لحظات عبثيه جدا، لحد بقى اللحظه اللي انا ما اعتقدش ان انا هنساها خالص. يعني دخلت بعد كده بلاتوهات كتيره جدا، لكن اللحظه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالإبداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل، استكمالا لدردشتنا أو حوادثنا أو حكاياتنا أو كلامنا المرة اللي فاتت عن ذكريات أول يوم أو أول كام يوم في الجامعة. حكيت لكم يعني حاجات، لو حضرتك أو حضرتك لسه ما سمعتوهاش هتلاقوها موجودة في نفس البلاي ليست، هتلاقي الحلقة اللي ورا على طول، يعني مش محتاج تلف. وكان آخر حاجة وقفنا عندها لما رجعت أول يوم البيت، وكنت محبط جدا وكنت متضايق جدا من اللي حصل. ولو انتوا ما تعرفوش اللي حصل فتقدروا ان انتوا ترجعوا الحلقة اللي فاتت تسمعوها. صحيت تاني يوم، انا هقوم اعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش برضو، انت بتحس ان انت ايه، قاعد صايع كده بالظبط، اللي هو نفس شعورك لما بتخلص جيش بقى كده وقاعد مع الناس بتبص لك، وفي البيت قالك طب انت مش هتذاكر حاجة، مش تفتح كتاب؟ لا، مش هفتح كتاب. وقتها ما كانش لسه زي ما قلت لكم يعني معايا سمارت فون ولا حتى لابتوب، فقمت فاتح الكمبيوتر وما اعرفش لاسباب قدريه بحته يعني. ودي من الحاجات اللي بدات ان هي يعني كانت اول جلمس او اول لمحه لفكره الترتيبه القدريه يعني في المواضيع اللي من النوع ده، انه ربنا احيانا كده ممكن ايه يعني، لو انت كنت رحت الجامعه يوم الحاجات دي ما كانتش هتحصل. ففتحت الفيسبوك، وبعدين انا طبعا انت وقتها ايه بتعمل، يعني انت داخل الجامعة جديد بتعمل فولو وجوين لكل الجروبس وكل البيجز اللي بتتكلم عن اعلام من قريب او من بعيد. حتى بتلاقي جروبس خريجين دفعة 2008 تخش تعمل جوين، ما تعرفش ليه بس هخش اعمل جوين. ممكن يتكلموا وقتها عن حاجة مثلا مهمة، يجيبوا فرص عمل وبتاع، مش عارف فرص عمل ايه يا ابني، انت لسه تاني يوم يعني، لسه ما بدأتش تاني يوم جامعة يعني. ففتحت الكمبيوتر بعدين بقلب في الفيسبوك، فجالي بوست كده حد يعني كاتب يا جماعة اللي عايز يجي يحضر حلقة النهاردة في برنامج معكم منى الشاذلي يبعت لي. انا مش معرفش حد في الميديا، انا مفيش حد ولا في عيلتي ولا في سلسال الجذور بتاعتهم يعرف حد وقف قدام كاميرا، يعني ما فيش. احنا عامة عيلة ما انا اول حد دخلهم لباب الفسق والفجور ده، ما وبالتالي انا بالنسبة لي ده واحد عايز يستغلنا ويخطفنا. يعني هو ما اصل انت هتودينا استوديو منى الشاذلي كده طبعا، ولا انت فاهم بقى فكرة انه في ريجيسير وبتاع، وان الراجل ده اصلا انت المفروض تاخد منه فلوس اصلا عشان تروح تحضر الحلقة، فيش الكلام ده. ولكن لاسباب غير معلومة بالنسبة لي من باب الفضول قلت انا مش هخسر حاجة، يعني انا مش هملى حتى ابليكيشن، انا هبعت للولد انبوكس يعني. فبعت له، وللعجب انه رد عليا في ساعتها، ومش مثلا بيقول لي طب ما سألنيش اي حاجة، قال لي طب بعت لي الرقم، الاسم ثلاثي ورقم البطاقة. بعتهم. الولد بكل بساطة لقيته بيقول لي تمام، التجمع عند الجوبس في عبد المنعم رياض الساعة 3 العصر. ايوه، يعني انا النهاردة تاني يوم في الكلية هروح مدينة الانتاج الاعلامي. انا كانت من طموحاتي انه انا عايز قبل ما ابقى اتخرجت ادخل مدينة الانتاج، اشوف مدينة الانتاج دي كلام على ايه، بيقولوا ايه، شكل الاستوديوهات جوه عامل ازاي. وتشيز على فكرة هو يعتبر يعني حلم مشروع، لانه في ناس كتيرة اتخرجت من كليات اعلام وهي عمرها ما شافت مدينة الانتاج دي غير وهم رايحين مول مصر. وبعدين برضو انتبتني للحظة كده حالة آسر ياسين في فيلم 18 يوم، لما كان واقف بيتكلم هو ومحمد ممدوح وبيقول له مبارك مين؟ مبارك بتاعنا احنا. منى الشاذلي مين؟ منى الشاذلي بتاعتنا، منى الشاذلي انا اروح احضر الحلقة وبتاع. انا بقى يعني وقتها كان لسه الطبيعي ان انت في البيت، فبتقول لأهلك انا نازل رايح الحتة الفلانية، فبقول لهم بقى انا هروح المكان، يعني بتصل بوالدي كده يا بابا انا نازل النهاردة خارج.
خارج رايح فين؟ رايح استوديو منى الشاذلي. طبعا هو كمان برضو تقمص دور آسر ياسين في فيلم 18 يوم. منى الشاذلي مين بتاعتنا وبتاع. وبعدين دخلنا كده في جو انه ده اكيد شغل وسايط، وهياخدوا الناس اللي في دماغهم هم وهتروح حاجات كده. وسايط ايه؟ وسايط انا رايح اتفرج على الحلقه واسقف يعني، مش فيش موضوع، مش مستدعي وسايط خالص يعني. اقنعتهم بقى في البيت، وبعدين نزلت وسرحت شعري بقى جامد وبتاع، وحلقت دقني ولبست اشيك حاجة عندي، حاجات يعني كنت مش مصدق. وبعدين اروح عند عبد المنعم رياض وفعلا الاقي الباص موجود. انا ما لحد دلوقتي انا مش مستوعب لحد اللحظة اللي احنا بندخل فيها من بوابة المدينة، وفجأة تدخل طالب ولد صغير عنده 19 سنة داخل مدينة الانتاج الاعلامي للمرة الاولى. لوجوز القنوات الضخمة المنورة على المباني بتاعتها، وانا عمالة اللوجوز دي تعمل ريفلكشنز في عيني وانعكاسات، وانا منبهر جدا. ده تاني يوم. طبعا انا وقتها كنت برضو بالسذاجة اللي هو بتاع انا وصلت. يا ابني وصلت ايه؟ انت رايح تسقف، خش يا ابني سقف وانت ساكت. لقينا نفسنا نازلين عند استوديو معكم، فضلنا قاعدين شوية وطبعا بنسأل هندخل امتى، فالاستاذة بتجهز. فايه ده الاستاذ يعني؟ طبعا انت بص كل الكلام ده جديد يعني، عارف بالظبط كل الكلام اللي انا عمال اسمعه ده كلام جديد. الاستاذة بتجهز وبتاع، وانا عارف بالظبط انا كان نفس حالة حزلقوم في فيلم لا تراجع ولا استسلام، وهو شايف عمرو مجايفر وهو بيخمس بالعربية وعمال يتنطط جنب ماجد الكدواني. ده انا كنت كده، هو ده انا بالظبط. لحد بقى اللحظة اللي انا ما اعتقدش ان انا هنساها خالص يعني. دخلت بعد كده بلاتوهات كتيرة جدا، لكن اللحظة دي بالذات لحظة اول مرة يدخل في مناخيرك الخشب المكتوم شوية ريحته مع بعض انبعاثات البتروكيماويات نتيجة الدهانات والحاجات دي كلها، وانت داخل وفي صوت مكتوم، خطوتك ما بتدبش على الارض، هدوء رهيب، بتلف من حتة من ورا كده، وبعدين تدخل فجأة بلاتو منى الشاذلي. كان يعني موضوع رهيب، كان شعور رهيب. ماشي. بعد كده دخلت المكان الفلاني والمكان الفلاني. اللحظة دي بالنسبة لي، ودخلت الاستوديو ده بعد كده عشرات يعني دخلته كتير، لكن تظل اللحظة دي وانت بتاخد اول نفس بلاتو في حياتك، وكمية الاضاءة الرهيبة دي اللي انا اول مرة في حياتي اشوف الكمية دي. وقعدنا وشوية ولقينا امتار قليلة جدا بتفصلني عن الاستاذة منى الشاذلي يعني. شعور لا يوصف. وبعدين انا حتى كان يومها بيصوروا حلقتين، اغلب الجمهور مشي بعد اول حلقة عشان دي كانت الحلقة الفنية يعني، والحلقة التانية كان فيها انترفيو مع وزير الصحة. انا برضه هحضر، هيمشي الساعة 2 بالليل انا هحضر. وطبعا في البريك بقى خدنا بريك في النص، فبكلم والدي بقى بيكلمني ايه انت قافل الليل بتاع؟ قلت له يا بابا ما ينفعش ما ينفعش افتح التليفون في البلاتو يا بابا، افرض التليفون رن بتاع، حاسس ان انا يعني حمدي الكنيسي بيكلمه. يا بابا ما ينفعش افرض ما ينفعش حضرتك تكلمني كتير كده والبلاتو وانا في البلاتو وبتاع. طب انت هتخلص امتى؟ قلت له يا بابا انت عارف احنا بنتاخر في التصوير، فيعني انت ليه بتستعجلني ليه؟ فكانت لحظات عبثيه جدا. وبعدين في اللحظات دي انا قعدت افكر مع نفسي، بكره هتروح تنقل من الكليه ولا هتكمل؟ قررت ساعتها ان انا هكمل. تاني يوم رحت الجامعة، شخص تاني خالص، في طاقة كده اتشحنت فيا، طاقة رهيبة جدا. في اليوم ده دخلت دكتور يعني سيدة جميلة جدا وشخص محترم. هي بقى يعني مش عارف كانت بتسألنا في حاجة غريب ان هي سألتنا فيها. انا وقتها برضو كنت استيل عندي نفس حتة I don't feel belonging او لا اشعر بالانتماء للمجموعة دي، مش عارف ان انا اندمج مع الناس. فهي الدكتور دي بدأت ان هي تسألنا على اللي كان درس فيزيكس هيبقى عارفها، حاجة اسمها الكاثود راي تيوب. هي كانت بتسألنا على هل عندكم تقريبا احنا كنا بندرس introduction to radio and TV، فكانت بتسألنا يعني هل حد يعرف التلفزيون بيشتغل ازاي.
فانا بالصدفه البحته انا كنت دارس ده في علمي علوم في فيزيكس، اللي هو انا ده سؤال اصلا كنت بجاوبه في الكويزز، فانا حافظه صم. قمت بقى وقعدت اشرح لها فكرة السكرين اللي مدهونة بمادة معينة والكاثود راي تيوب اللي بتفري الالكترونز، وبعدين ان هي ازاي يحصل كوليجن او تكولد في الشاشة دي فتبدأ تنور وبتاع. وقعدت اشرح لها وانا مندمج جدا وريقي ناشف جدا، واذ فجأة اخلص الاجابة من هنا ويحصل تصفيق حار رهيب من السادة الزملاء، وتكون دي بداية انه بقدرة قادر فجأة بقوا 130 واحد صحابك او عاوزين يتكلموا معاك. وكان في ظن وقتها ان انت يعني شخص فاهم جدا يعني. وانا كان عندي مشكلة وقتها ان انا يعني ما ينفعش اقول انا مش فاهم، لا انا ممكن اقول لك طيب والله انا ممكن ارجع وارد عليك بالظبط اجابة منظمة. فكان اي حد يسألني على اي حاجة بجاوبه، لدرجة ان انا كان في بعض الاحيان بعض الدكاترة يقرروا ان هو متضايق فمش هشرح الجزء ده في المنهج، فانا اطلع بكل بجاحة غير مبررة اقعد اشرحه لزمايلي في لايف على الجروب يعني. ومن ساعتها بقيت انت شخص very significant او مميز بزيادة في الدفعة بتاعتك. انت راجل قمت شرحت الكاثود راي تيوب يعني which is حاجة complicated جدا، واغلب الناس طبعا ادبي يعني دي مش حاجة وحشة، بس هي اغلب الناس اللي قاعدة ادبي لانه اعلام الناس تدخلها من ادبي، مش الطبيعي اللي انا بعمله يعني هما اللي صح. علاقتي بالناس بقت حلوة جدا وادز بقى على فيسبوك كتيرة جدا. كل ده من تالت يوم جامعة. كان في بقى حاجة يعني عبثية جدا وكوميدية جدا، وانا والله بعتذر لاي حد يعني كان ده بيحصل. انا بقول لكم انا ما كانش معايا سمارت فون وقتها، مش لاي سبب غير ان انا عامه وقتها ما كنتش شايف ان هو مهم بالنسبه لي، وكنت حابب البلاك بيري جدا يعني كنت مستمتع بيه اكتر. فانا الواتساب ما كانش وقتها بينزل على فيرجن البلاك بيري بتاعي، وقتها واتساب بالنسبه لي ما كانش مهم لان ما كنتش بستخدمه في حاجه، ما كنتش شايف ان دي حاجه مهمه. ففجاه بداوا وانا كنت يعني متخلف يعني كنت متاخر جدا عن ركب الحضاره اللي كان حاصل في الجامعه يعني. فحد جه مشكورا معرفش المعيده قالت له ولا ايه اللي حصل، جمع ارقام الناس عشان تحطهم في جروب الواتساب. فانا بالنسبه لي جروب الواتساب دي بالظبط كأن انت بتكلمني لغه جديده، انهم يدعون الى دين جديد. انا معرفش اصلا ايه جروب الواتساب ده. فقلت ماشي حاضر، انا ممكن ادي لك رقمي بس انا ما عنديش واتساب. انا كان عندي واتساب على موبايل قديم جدا، كنت في اعدادي تانية اعدادي حاجه كده. كان وقتها كنت بسأل الناس يقولوا لي واتساب ده حاجه جديده كده زي الBBM. فقلت طيب ماشي حاضر هننزله يعني هتبقوا موجودين عليه يعني هنتكلم ماشي. فروحت كانت والدتي هي اللي كان معاها سمارت فون، فقلت لها طيب انا عايز اعمل فيسبوك واتساب اكاونت عندك بالرقم بتاعي. فهي بالنسبه لها برضه ما كانتش بتستخدم واتساب، اتس اوكي جو يعني عادي. فانا عملته، ووقتها ما كنتش فاهم انه دي وسيله الناس بتقعد يعني ترازي بعض بقى وتتكلم، وبالليل بقى الناس تقعد. ما كنتش فاهم. بقول لكم عارف انت اللي هو ايه، والتخلف عن ركب الحضاره اللي كانت في كتاب الدراسات دي، كنت انا بقى التخلف عن ركب الحضاره ده. فكان بيحصل حاجه لعينه جدا، تلاقي بنت مثلا صارخه الجمال بعتلك مسج طويله عريضه، وبعدين انا كانت والدتي هي بتعمل ده بحسن نيه يعني، كانت تيجي تقوم فاتحه المسج يعني وقتها ما كانش فيه ان انت تهايد الريبلاي يعني السين اسف بتاع المسج، تقوم عامله سين للمسج وتقوم قافله. والاقي البنت تاني يوم بنت ما شاء الله جميله جدا وانا ما اعرفش اسمها ايه اصلا، الاقيها بتقول لي خالد ينفع كده ولا ينفع ايه؟ فتقول لي انا بعت لك امبارح على الواتساب بتاعك كنت عايزاك في حاجه، وحياة امي ما اعرف يعني والله العظيم. بتقولي انت عملت سين وما ردتش. طبعا انا مش عايز يعني انا ما عملتش سين، انا مش فاهم ايه عملت سين، ما عملتش سين في حاجه يعني. والله انا لحد ما بقيت واضح مع الناس يا جماعه انا ما عنديش سمارت فون. واللي بالمناسبه اكتشفت ان هي كانت حاجه متخلفه جدا، ان انت ما كنتش بتمثل على الناس، بس انا كنت بتكلم مع الناس بطبيعه جدا انه يا جماعه انا ما عنديش سمارت فون، فده على رقم والدتي. طبعا المسجز بقت مور كونسرفاتيف او يعني
محافظة زيادة بعد كده للأسف يعني. فهم بقوا لما عارفين انه خالد احنا بنبعت له على تليفون والدته يعني. وفعلا انا وقتها ما كنتش مقتنع انه يعني انا كنت بحب فكرة التكتكة بتاعت البلاك بيري وبتاع، وكنت بحس ان انا مش هعرف استمتع بالكتابة على السمارت فون وقتها. الكلام ده في 2016 يعني. قعد يحصل بقى حالة من الالتفاف، وظن طول الوقت انه خالد ده بيفهم. وانا كنت يعني انت لما بتجيب جون بتتشجع ان انت تجيب جون تاني وبتاع، فبدأت ان انت خلاص you're very popular يلا يا خالد نخرج، يلا يا خالد نعمل. ففجأة انا بقى الجو بقى بتاع شلة لايلو لايلو وبتاع بتاع الباشا تلميذ ده، فانا مبسوط بيه جدا. لحد ما جه في دماغي لحظة كده انه طب وانا ليه ما اسالش الولد اللي قال لي على حلقه منى الشاذلي ده، ليه ما اقولوش هو احنا لو عاوزين ننظم ما بين قوسين اللي انا بعته له يعني، والحاجه كانت عار جدا، قول له احنا عاوزين ننظم رحله للاستوديو ده يكون في ايه الوضع. فقال لي ده حلو جدا ويلا واي نوت. فقلت له واي نوت ايه؟ قال لي جمع لي اسامي الناس وابعتهم لي. قلت له لا استنى، انا مش عايز يطلع شكلي موزق قدام 140 بني ادم او 130 بني ادم. انا بسالك سؤال واضح دلوقتي، انا ابعت للناس على الجروب؟ كنت بالليل قلت له يعني اتصلت بيه يا استاذ احمد، يعني ابعت للناس على الجروب اقول لهم انه اللي حابب يحضر يبعت؟ فقال لي ايوه ابعت لهم. فطبعا انا يعني بقامر يعني يعني بشويه الرصيد القليلين اللي انا بنيتهم يعني. فبعت لهم بقى. فجأة انت تاني يوم انت you're the star، ده خالد اللي هيودينا المنى الشاذلي. وبرضو من نفس المنطقة انه ولاد لسه عندهم 18 و19 سنة عمرهم ما دخلوا مدينة الانتاج الاعلامي ولا يعرفوا حاجة عن مدينة الانتاج الاعلامي، وفجأة انت بتقول لهم هنروح نحضر برنامج منى الشاذلي. فانا بقى فضلت قاعد متوتر على مدار اسبوع وانا بلم. طبعا انا قلت للناس من هنا، وفجأة الدفعة كلها لقيتها كاتبة اساميها الثلاثية والرقم البطاقي. انبهار بقى. وتاني يوم برضو انت صاحبنا قوي بقى. ودي يمكن من الحاجات اللي انا بحس ان هي زي ما فادتني جدا بعد كده، انه اجيت مور بوبيلر واتعرف اكتر، وبالتالي اتحط في حاجات تديني فرص. على قد ما هي كانت من اسباب احباطي فكرة انه انا كنت انه انت تبقى شخص الناس حباك قوي وبعدين فجأة يحصل مشاكل كتيرة جدا وانت ما كانش ليك ذنب فيها وقتها، او ممكن يبقى لك كان ذنب بس انت ما كنتش عارف. يعني عارف ان انا بقول دلوقتي كلام مبهم، بس انا بفكر معاكم في الحلقة دي عامة بصوت عالي. فدي كانت من الحاجات ان انت كل يعني ما بتعلى كل ما الوقعة بتبقى مؤلمة اكتر. المهم الناس راحت بقى وكان شعور رهيب. بعد شهر بالظبط الدكتورة جاية فجأة لقيتني داخل باخد الناس من قاعة المحاضرات، بقول لها معلش عشان احنا رايحين استوديو منى الشاذلي. والذي كان برضو بالنسبة للكلية نفسها حدث مبهر جدا، لان هم ما كانوش يعرفوا انه ان هم اصلا ممكن ينظموا ايفنتس للطلاب في الانجليش سيكشن، يعني للطلاب ان هم يروحوا يحضروا برامج وهي بتتصور عشان الطلبة حتى تشوف شكل البلاتو، الكاميرات المذيعة بتأدي ازاي، الفلور مانجر ده بيعمل ايه، الكاميرا مان دول بيعملوا ايه، الحاجات دي كلها. ففجأة بقى في خبر في الجامعة انه في ولد في سنة اولى واخد العيال النهاردة وموديهم لاستوديو منى الشاذلي. فطبعا احنا كنا روحنا وقتها، وطبعا انت هناك وبعدين مش عارف يعني عارف انت الشعور لما الناس بقى تنده اسمك في نفس البلاتو ده وتقعد تسقف وحاجات كده، ادرينالين رش رهيبة جدا. فده خلى انه الواحد يتعرف بقى في الكلية. وبعد كده الكلية حتى عملت حركة يعني وضيعة جدا ان هم خدوا الصورة واحنا تصورنا ساعتها مع استاذة منى الشاذلي. ممكن احط لكم الصورة دي في الثامبنيل بتاع الحلقة، يعني هشوف لو هي موجودة عندي، اعتقد ان هي موجودة عندي يعني. وجابوا لها بقى هدية وحاجات زي كده. تاني يوم انت استدعاء في مكتب مش العميدة، رئيسة الشعبة، انت ايه اللي عملته ده؟ فلا يا فندم انا يعني اعرف حد. انت تعرف بقى مين هو؟ انت قريب مين هو؟ انت تابع مين هو؟ انت ابن مين؟ الحاجات دي كلها. وانا ده خلاك بقيت
فجأة كده اللي هو خالد ريكومندد في حاجات كتير ان هو مرشح مثلا انه يقدم ايفنتس في الجامعة وحاجات تبع الكلية، وهو لسه في سنة اولى. كنت انا ومجموعة اخرى يعني من السادة الزملاء، يعني بدأت من هنا تجت popularized، ودي كانت الانطلاقة في اول كام يوم جامعة. وفجأة بعد كده انت بقيت بقى مركز فجأة يعني بدأت تجو ديبر اكتر في حتة الشغل. بعدها بشهرين رحت المصري اليوم برضو عن طريق حد شافني اليوم كنت بقدم ايفنت في الجامعة، فشاف اللغة بتاعتك فرشحك لحاجة. الحاجة دي اتعرفت فيها على حد في المصري اليوم فقال لي بعت السي في، فبعته، فكلموني، حاجات كده يعني. كل حاجة سلمت لحاجة لحد ما وصلنا للحتة اللي احنا فيها النهاردة دي. اول كام يوم في الجامعة كانوا جمال جدا بالنسبة لي، وبقدر ما انا ممتن ليهم بقدر ما انا جزء كبير جدا مني منزعج منهم، لانه هم الكام يوم دول اللي علوا الواحد نفسيا قوي وخلقوا حواليه حالة من الحميمية واللطافة مع اللي حواليه، وهالة كده. ثم سرعان ما تهاوى الواحد بسرعة. ممكن يكون لسان حالك طيب يا ترى الموضوع خلص على ايه، او فترة شهر العسل دي خلصت على ايه؟ من الحاجات اللي مش عاوز ان انا انقلها لك بشكل سلبي، لانه في نهاية الامر كل تجربة فيها قدر كبير جدا من الفردية. يعني انا ممكن ابقى مسار حياتي سواء الحياة الجامعية او حياتي العملية مشي بشكل معين وانا لسه في بداية طريقي، فمش عارف الامور هتقول لإيه او هتنتهي بشكل عامل ازاي مجملا. ولكن هي كانت اللحظات الاولى اللي احنا يعني لو انت بتتكلم على نهاية شهر العسل ده كان ازاي في الجامعة بعد حالة الالتفاف وحالة الحميمية الجميلة اللي كانت مع زمايلي وصحابي في الجامعة، تقدر تقول انه بمجرد ما كل الناس اللي في الجامعة دي بتبدأ انها تتخلص من النقاء او السذاجة الزيادة بتاعة الطفولة وبتبدأ المصلحة الشخصية تدخل في المعادلة، ساعتها الناس بالضرورة بتبدأ تبعد، بتبدأ كل واحد يجت سيرفايف بطريقته او يحاول انه ينجو بطريقته. طبعا هتلاقي لا في نماذج تانية ممكن غيري علاقتهم استمرت وعلاقتهم فضلت حلوة جدا، بس دايما برضو من خلال تجربتي ومن خلال تأملي او ملاحظتي للتجارب التانية دايما هتلاقي الناس اللي فضلت ماشية مع بعض بنسبة كبيرة جدا هي الناس اللي القمة تسعهم هما الاتنين من وجهة نظرهم يعني، او بمعنى تاني او بطريقة تانية فمساحة الصراعات ما بينهم على نفس الحاجة هتكون اقل. بمعنى تاني لو اتنين مثلا حد عاوز يبقى مذيع وحد عاوز يبقى مخرج، مساحة الصراعات ما بينهم مش هتبقى كبيرة. ولكن على الجهة الاخرى لو احنا الاتنين مش عايز اقول بنتنازع، لانه في الحقيقة هو مفيش تنازع، هو في النهاية القمة تحتمل نجاح اكتر من حد، ولكن وقتها احنا مش بنكون بالدرجة دي من النضج، فعشان كده بيبدأ يحصل ما بيننا فجوات. تلاقي كل حد بيعزف بيبدأ ياخد ركن عشان ينجو هو بنفسه، يبدأ يدور على فرص تخصه. بالتدريج الروابط بتقل، بالتدريج نفسيات البعض بتبدأ تتلوث. وده برضو يعني الشوائب دي هتلاقيها بتيجي من مناطق تانية كمان، زي ما قلت لكم قبل كده في الحلقة اللي فاتت. انت للمرة الاولى بتحتك بمفهوم الطبقات الاجتماعية وبتبدأ ان انت تلمس اثاره الفعلية على الارض. بتكتشف انه طبيعة الحياة انه مش كل الناس هتقعد مع بعض، مش كل الناس علاقتهم ببعض هتفضل حلوة، مش كل الناس هتعرف تخرج نفس الخروجات، مش كل الناس هتعرف تعرف صحابها دي على اهلها. قاسي الكلام اللي انا بقوله، ولكن هي دي الحياة، وهي دي اللي بتصيبك بعد كده بعد مرور سنة واثنين وثلاثة بإحباط. أنا وانا شغال على الحلقة ببص على صور وكومنتس لطيفة من زمايلي وأصدقائي لما كنا في وقت الحلقة اللي حكيت لكم عنها بتاعت أستاذة منى الشاذلي. ببدأ أتساءل هو إيه اللي حصل؟
هو احنا ليه بعدنا، بكتشف انه ولا هم عندهم مشاكل ولا انا عندي مشاكل. هو دي طبيعة الحياة. ممكن قدام الحياة يعني تبدل ورقها تاني وتلاقي شخص انتوا كنتوا مع بعض في الجامعة واتقابلتوا بعد كده في شغل مع بعض. وده يعني حصل بشكل من الاشكال، ان انا بعد الجامعة في ناس من زمايلي اشتغلت معاهم، هتبدأ برضو تدخل ما بينكم او هتبدأ تلمس برضو حتة العلاقات العاطفية. وهنا دي هتلاقي ان انت بتدخل في التفاصيل بقى بتاعت النفس البشرية قوي، والبنات نفسها بتبدأ اولوياتها تتغير، والولاد بيبدأوا يلمسوا فكرة ان انا ممكن ارتبط ببنت من مستوى اعلى ارتقي معاها. تفاصيل، هي دي بقى تفاصيل الحياة. تبدو سوداوية شوية، ولكن هي دي اللي بتخلي شكل الحياة بالطريقة دي. فعشان كده الناس بتبدأ تبعد. بالمناسبة انا مش بقول بس الكلام ده لحضراتكم، انا بحاول دايما اني اقوله لنفسي، لان زي ما قلت لكم انا كتير بتضايق. انا من نوعية الناس اللي العشرة بتصعب عليا، يعني بيصعب عليا انه احنا كنا مع بعض وعلاقتنا كويسة وانا ما اذيتكش وانت ما اذيتنيش، بس احنا بعدنا. وفي ناس بتأذيك، يعني في ناس لما بتحس انه نجاحك من وجهة نظره برضو القاصرة على الفترة اللي هو فيها كشاب او كبنت صغيرين، بيبدأ انه يأذيك. في مجموعة ناس هتبدأ ان هي تأذيك. وكل حاجة من دول انا شايف ان هي ممكن تصلح لموضوع حلقة. انا مش عايز اطول في ختام الموضوع، ولكن وانا بسجل الحلقة حسيت انه فجأة شهر العسل ده خلص، وفجأة الشكل الجميل ده اتقطع. طب ايه اللي حصل؟ انت رحت بقى بدأت تشوف شغلك، كل حد بدأ يا اما يجرب شغلانة معينة، يتدرب في مؤسسة معينة، ويبدأ كل واحد يشق طريقه. في اللي طريقه تقاطع مع طريق حد تاني فمشوا مع بعض، وفي لا ناس طريقها ما كانش ينفع يخليهم يتقابلوا. فعشان كده حبيت ان انا احطك في الصورة معايا، انت او انتي اللي بتبدأوا اول سنة في حياتكم في الجامعة، الحياة الجديدة والشكل الجديدة. تقدر تقول كده ان هي بداية ان انت تحط رجلك على عالم الكبار، وعالم الكبار عنيف، وعالم الكبار بتحكمه دوافع وغرائز ومحركات بقاء ورغبات في الارتقاء والتطور وتغيير المستوى وحاجات كتيرة جدا انت كطالب مدرسي ما كنتش بتحتك بيها، وبالتالي ما عندكش خلفية عنها كفاية. في الغالب ناس كتيرة جدا بتطلع من سنين الجامعة تروماتايزد. فجأة مثلا شاب بيبدأ يدرك انه انا مستوى قليل مثلا، او بنت تبدأ تدرك انه انا الولد الغني ده ممكن ما يرضاش يبص لي. مفاهيم في منتهى القسوة، ولكن بتبدأ ان انت تلمسها. تبدأ تدرك انه مش دايما هتاخد حقك، وهتبدأ تدرك انه ممكن دكتور يدي جريدز اعلى لحد تاني عشان هو والده في منصب معين فممكن يساعده، لكن انت مالكش لازمة ومش هتساعده. مش عاوز الموضوع في النهاية يقلب سوداوي، ولكن انا كل اللي برجوه، وانا بالمناسبة اخويا داخل اول سنة في الجامعة وحابب ان انا اقول له الكلام ده، وبرضه بوجهه لحضراتكم، بقوله لكم عشان ما حدش فيكم يصدم. حاول على قد ما تقدر، على قد ما تقدر ان انت تستمتع بفترة الجامعة. تشتغل على نفسك، تطور من نفسك، تخوض تجارب. ولكن صدقني حالة انه انا رايح اقعد مع شباب وهنقعد نذاكر حاجات مع بعض، وفي ناس اهالينا هم اللي مسؤولين عننا في الغالب يعني، واحنا بننجوي وبنجرب حاجات وبنتعلم حاجات وبناخد اكسبيرينسز. خلي مسامك وخلاياك مفتوحة لده من غير ما تتأثر بحاجة تحصل، من غير ما تتأثر زيادة بالاوفر ثينكينج. طب انا قبل ما اخلص الجامعة هبقى اشتغلت ولا لا؟ صدقني ما تحطش ده في دماغك. حاول على قد ما تقدر، لانه ده عاجلا ام اجلا هيجي ولوحده، والكلام في ده يطول. ولكن to sum it up، او عشان ننهي الكلام، فرفقا بنفسك واستمتع بالفترة دي، عشان مفيش فترة تانية هتيجي شبهها بعد كده. شكل الحياة العملية، شكل منفعة
بحتة، انا باخد منك فلوس وانت بتاخد مني شغل، ودي بالظبط بتبقى اغلب البونس اللي رابطة الحياة. مساحة الانسانيات بالضرورة بتقل لما بيدخل فيها صراع اكل العيش. هذا ما تيسر لنا قوله. اتمنى انه الحلقتين دول يكونوا عجبوا حضراتكم. اتمنى انه الجزء الاخير ده ما يكونش خطابي زيادة. شكرا جزيلا لحضراتكم. اتمنى لو الحلقة عجبتكم الحاجات بقى اللطيفة تعملوا شير، تعملوا لايك عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، تعملوا سبسكرايب أو فولو على حسب المنصة اللي حضراتكم بتسمعون عليها. هتلاقوا الحلقة إن شاء الله متاحة على كل المنصات، واستنونا الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.